والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلست بأديب ولا شاعر، لكنها فيض المشاعر. بهذه المناسبة الجديدة على قلوبنا مثل جنان ربيع مراد نحتفي بصدور كتاب حمد الحجي الشاعر والإنسان من إعداد الأستاذ عبد الله بن العزيز الضويحي، الذي بذل جهدا في تأليفه وتأليف عدد من الكتب عن محافظة مراد. أقول في هذا المقام: سطر يا تاريخ هذه المناسبة بحروف من ذهب، بكلمات تتوهج بالمعنى، بجمل عسجدية تتوج المهتمين والحضور، وعلى رأسهم الأستاذ الأديب عبد الله بن عبد العزيز الضويحي. حمد الحجي رحمه الله شاعر الألم، بل شاعر الآلام، الذي يعد رائدا من رواد الشعر العربي، ليس محليا فحسب بل إقليميا وعربيا. ويحمد للأستاذ عبد الله الضويحي هذا الإعداد وهذا الجمع الذي يخص شاعرا شاعريته كانت ناضجة متوهجة في مدة زمنية قصيرة جدا، فقد حال مرضه دون أن يكمل مسيرته الشعرية. فالضويحي أكمل دور من سبق في الكتابة عن شاعرنا حمد الحجي، كعبد الله ابن إدريس في كتابه شعراء نجد المعاصرون، والدكتور محمد بن سعد بن حسين في كتابه الأدب الحديث في نجد، وكتاب أو ديوان عذاب السنين الذي أخرجه صديقه محمد الشدي، وإن كان لا يعكس إلا بعضا من قصائده، ناهيك في المقالات المتنوعة والكتب المختلفة. فقد ألف عن شاعرنا رسالة ماجستير للمؤلف خالد بن عبد العزيز التخيل، الذي عنون رسالته بحمد الحجي شاعر الآلام. والحقيقة أن حمد الحجي يستحق منا الكثير من تسليط الضوء على حياته وشاعريته المتميزة، بل إن رموز محافظة جميعا جديرون بإبراز أعمالهم إنصافا لهم وتخليدا لذكرهم ونبراسا مضيئا للأجيال من بعدهم جيلا بعد جيل. وأعود وأقول إن الأستاذ الأديب عبد الله بن عبد العزيز الضويحي قد وضع النقاط على الحروف فيما يتصل بمؤلفاته، فأضاف عددا من القصائد والأبيات التي لم يذكرها الشدي في عذاب السنين، وبذل جهدا كبيرا في المؤلفات التي سبقت هذا المؤلف، فله جزيل الشكر والعرفان على جميل ما قدم. وأبيات الحجي كما تعلمون اتسمت بالصدق، فهو لا يجامل أحدا ولا يرتجي شيئا سوى قول الحق، فهو شاعر صادق. ولا أحب أن أطيل وأقول ختاما: الله أسأل أن يوفق القائمين على هذا المهرجان، وأن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم التي تؤكد إخلاصهم لمحافظتهم، محافظة مرات العزيزة على قلوبنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الله الدايم على هذه المقدمة الضافية التي لم يسبق لي شيء حتى أتكلم عن شاعرنا الراحل حمد الحجي. وطبعا حمد الحجي من لا يعرف حمد الحجي فهو من شعراء أستاذ مشارك، أستاذ مشارك. ولد في مراد عام 1357 وتوفيت زوجته أمه عام 1367 وهو صغيرا، وأكمل دراسته الابتدائية وتخرج من المدرسة الابتدائية عام 1372. سوف أختصر الوقت يضايقنا. على العموم التحق بالمعهد العلمي بالرياض ودرس في السنة الرابعة في كلية اللغة العربية، فداهمه مرض نفسي. بعد ذلك توقف الدراسة، ثم بعد ذلك عولج في المملكة وعولج في بلدان كثيرة، مصر، جدة، الكويت وبعض الدول الغربية، وجميع هذه الدول عاد منها وهو لا يحمل شيئا. وقد ذهب إلى لبنان مرتين أو ثلاث. كانت المرة الأولى تعتبر المرة الأولى من أحسن الأيام التي قضاها في لبنان، وربما أتحفنا بقصائد كثيرة وهو في لبنان، وأكثر هذه القصائد يحن فيها على نجد. وسترون إن شاء الله في هذا الكتاب ما يسركم ويعطينا بعض الأشياء عن حمد الحجي. شكرا للجميع على هذا الحضور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يستاهل أبو